السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير أو صباح الخير على حسب ما انتوا بتشوفونا. يعني النهاردة معاكم موقع جديد تعبنا فيه جدا. الموقع كان تفاصيله كتير، وكان فيه بالنسبة لنا شغل كتير ومشاكل كتير عشان تفاصيل المكان بالنسبة لنا كانت صعبة شوية، والطلبات اللي العميل كان طالبها كانت صعبة شوية، ووضع المكان لما استلمناه كان صعب شوية. اشتغلنا فيه على قد ما قدرنا، والحمد لله قدرنا نحقق اللي العميل كان محتاجه مننا بنسبة كبيرة. الموقع زي ما انتم شايفين الشقة كلها جاية بطول الموقع. يعني في بيوت او في شقق بتقابلنا بتبقى المساحة مربعة او منتظمة، في بيوت بتبقى جاية بالطول. الشغل اللي بيبقى جاي بالطول ده بيبقى متعب شوية في الشغل، وبالاخص كمان ان المكان هنا غير منتظم بالمرة. بلغة السوق كده الجدران مشطولة. احنا عندنا هندسيا بنقولوا المبنى مش متأكس او مش متربع. بلغة السوق او بلغة الناس اللي هي بتبدأ تفهمها بشكل مبسط ان هي المباني كلها مشطولة، ما عنديش ولا حيطة عدلة، يعني ما عنديش حيطة راكبة زاوية على زاوية 90. دي اخذت مننا شغل واخذت مننا مجهود جدا عشان نقدر نوفر المساحة اللي العميل عايزها بالطلبات اللي هو عايزها بالشكل اللي هو عايزه. نبدأ نشرح معاكم المكان عامل ازاي. هو هنا ده الريسبشن بتاعنا. زي ما انتم شايفين الريسبشن جاي بالطول وجاي من واسع على ضيق. اخر جزء هناك من عند الكاميرا دي كده، دي لوحدها الاول كانت معموله بلكونه في البيت او في النظام القديم. دي كانت بلكونه. انا لما خدت قرار ان انا اوسع او اخد مساحه من الريسبشن عشان ادخلها في المطبخ، بدات ان انا اعوض المساحه دي، ان انا افتح البلكونه على الريسبشن. وبالاخص ان انا عندي بلكونه ثانيه في الاخر هبقى اوريها لكم من الناحيه الثانيه. يعني الشقه هنا على شارعين، الشارع ده كان عليه بلكونه فقفلناها ودخلناها في الريسبشن، وحافظنا على البلكونه الثانيه ان مساحتها اكبر ومنتظمه اكتر، فبالتالي المساحه بتاعه القعده فيها هتبقى كويسه. وبالاخص احنا هنا كمان في اسكندريه، والبلكونه الثانيه شايفه البحر. البلكونه دي مش شايفه البحر، فاحنا اضطرينا يعني فضلنا ان احنا نحافظ على البلكونه الثانيه على اساس نحافظ على الفيو بتاع البحر. والبلكونه دي دخلتها معايا في الريسبشن عشان اعوض المساحه. وقلنا هنعمله هنا مثلا في الفرش في الديزاين. عملنا هنا كنبه تو سيت اللي هي قعدتين، وعملنا فوتيه وفوتيه وترابيزه. ده ما يخص الجزء اللي هنا. بعد كده اخذنا الجزء اللي في النص اللي احنا واقفين فيه ده، عملنا هنا اليونت تي في اللي هي الجزء بتاع التلفزيون. زي ما حضراتكم شايفين العميل هنا كان بيفضل دايما ان احنا نشتغله بالدرجات الغامقه او بالالوان الغامقه. هو بيفضل الجراي، بيفضل البني، بيفضل الاسود، بيفضل الدرجات الغامقه شويه. فعملنا اليونت تي في في الجزء ده. طبعا في ساوند سيستم ليه هنا، تيبل هتتحط عليها الجهاز. وفصلنا بالبارتيشن الجولد اللي موجود قدامكم ده على اساس ان انا هعمل هنا ال شيب، ركنه كده حرف ال من اول هنا كده. تمام. اخد المساحه دي كلها تبقى مواجهه للجزء بتاع التي في، على اساس برضو القعده هنا تاخد عدد كبير، ان الاسره هنا ما شاء الله العدد بتاعهم كبير شويه. فعملنا قعده كبيره، اخدنا جزء كبير من الريسبشن وعملنا قعده كبيره على اساس الجزء بتاع الليفنج هيبقى هنا، علشان الغرف جوه احنا مستغلينها كلها غرف نوم، فمفيش مساحه جوه يبقى في ليفنج. فعملنا الليفنج هنا في الجزء بتاع الريسبشن، وعملنا الجزء اللي في الاخر استقبال. جينا هنا في الجزء اللي هو اول جزء قدامي او اول قطعه. دي القطعه المخصصه للسفره. طبعا هنا السفره احنا عملنا حاجه جديده. طبعا المطبخ زي ما انتم شايفين المطبخ معمول امريكان على الريسبشن، والمطبخ ده اصلا ما كانش كده. يعني انا عندي جزء هنا، الجزء اللي في الداخل ده في الاول كان جيست باثروم، كان حمام ضيوف، وكان الباب بتاعه من هنا. والجزء ده كله ما كانش موجود، يعني كنت بخش ما بين الشقه الجزء ده ما كانش موجود. وكان المطبخ بيبدا من اول الجزء الابيض ده على ورا، وكان ده جنب منه حمام ضيوف بخش من ورا باب الشقه على طول. عملنا هنا فكره جديده ان شاء الله اول مره نطبقها، وطبقناها برده يعني في كام موقع جايين طبقنا فيهم نفس الفكره بالظبط. ان انا هاخد البار. احنا متعودين دايما في الشغل عندنا بيبقى هنا في الكاونتر بتاع المطبخ الامريكان، فانا خدت البار ده كله هعمله يونت مع المطبخ، وهيبقى هو اليونت ده من تحت اللي فيه النيش. يعني هبدا ان انا استخدم اليونت ده من تحت في الكاسات وفي الحاجه بتاعت النيش بتاعتي، ومن فوق
في الرخامه اللي هي بتاعه البار، فبالتالي انا عملت له استخدامين. يعني ما بقاش كنا بنعمله الاول طوب وبنعمله عليه ديكور وكده، لا انا استغليته ان انا اعمل فيه ذات نفسه هو النيش. ودي حاجه بقت تنفعني في المساحات الضيقه ان انا اوظف حاجه زي كده، فتوفر معايا مساحه قطعه من الاساس. وهنا كده في الجزء ده من بعد البارتيشن، الجزء اللي احنا عاملين فيه الفيو اللي استخدمنا فيه الخشب مع الستيل مع النيو ماربل او مع بديل الرخام، فهحط القطعه بتاعه السفره في الجزئيه دي كده. هنا هتبقى السفره هنا والناحيه الثانيه الركنه، وفصلنا ما بينهم بالبارتيشن على اساس الاساس ما يبقاش راكب على بعض. وهنا في الجزئيه دي كده برضو كررنا الشغل اللي احنا عاملينه بالخشب مع الستيل، وهنحط هنا مرايه وهنحط هنا كنسول. هنا جينا في المدخل في الجزء اللي فيه المرايه دي الدوران، هنحط تحت هنا في جزامه بتتفصل مع الفرش، فهتبقى هنا الجزامه بالمرايه عليها بالارتفاع ده، وهتبقى الجزامه تحتيها. وده الممر بتاع مدخل باب الشقه. استخدمنا هنا البورسلين اللي لونه بني قريب جدا من الرخام الامبرادور البراون. حتى العتب اللي استخدمناه والحجر اللي استخدمناه في الديكور اخد من نفس روح التضاريس التفاصيل الخاصه بالبورسلين على اساس يبقى في تناسق في المكان.